السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم عينك على المغرب أو النشرة الجوية المغربية. إذا في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا قلب مدينة خنيفرة. يعني كنتكلموا على ليلة أمس، وكانت ليلة طويلة جدا. البارح الإخوان 26 مارس 2026، حيث هبت عاصفة رعدية قوية جدا أغرقت المدينة ككل. وإحنا هنا راه كنتكلموا على واحد 10:30 ديال الليل. يعني ومن بعد ما انتهاء العاصفة القوية خرجت نشوف وسط المدينة، وحتى مشيت حتى الواد ديال واد ربيع الذي يشق المدينة خنيفرة من الوسط. إذا من حسنات هذه العاصفة أنها يعني بحال نظفات وسط المدينة. كاع حد البلاصة الإخوة كانت عامرة كليا. على العموم احنا غادي دابا في طريقنا الى واد ربيع، الواد اللي المنبع ديالو من عيون ربيع، من بعد على بعد تقريبا واحد 30 كيلومتر من مدينه خنيفره، اللي كيدوز على مدينه خنيفره وكيمشي كيكون في مجموعه ديال السدود واد ربيع قبل ان يصب في البحر الابيض في المحيط الاطلسي عفوا. اذا هو هذا المنسوب، يعني عرفت المدينه واحد الارتفاع في المنسوب المياه، واحد الشكل اللي صاروخي ليلة أمس. وكانت ليلة يعني شبه بيضاء، بحكم شبه بيضاء على المسؤولين ليس على الساكنة، حيث أن صافي من يتنفس الواد ماشي مشكل، الناس مشاو، ولكن المسؤولين والناس اللي في صنع القرار في المدينة على العموم راه بقاو في حالة ترقب هاد الليلة اللي فاتت كاملة. اذا كما كتشوفوا شتي دوك القواص الصغار اللي في الجنب ديال القوس الكبير، هذوك راه ما كانش كيوصل لهم الماء بحكم ان راه غارق الوسط، ولكن البارح راه وصل لهم الماء حتى دوك الاقواس، حتى الشانطيات راه كانوا عمروا بالماء. يعني والحمد لله هذا المنسوب ديال المياه اللي عرفتها المملكه المغربيه كما شفت في الاخبار طاحت واحد العاصفه رعديه ايضا في مدن بحال مدينه مراكش ومدينه الصويره ومجموعه من الاقاليم والجهات المملكه المغربيه جهه 12. اذا كما كتشوفوا الواد راه جايب واحد الحموله ديال الماء ديال الامطار، الماء ديال الرعده. كما كتشوفوا راه اللون ديال الواد راه ماشي عادي، يعني اللون احمر، حقاش هاز التربه بزاف. كما كتشوفوا هنا راه القلب ديال مدينه خنيفره. دابا كما شنا يعني القنطره الكبيره اللي كيدوز منها السيارات، كما قلت لكم راه الناس ديال المدينه راه كلهم بقاو فايقين، حاله ترقب. يعني دابا شنا القنطره الكبيره كيدوز منها السيارات والشاحنات الى غير ذلك. دابا غنمشيو القنطره الصغيره اللي كدوز فقط الراجلين، ولكن راه في واحد الوقت كانت هي القنطره اللي كانت هي هذه. دابا راه فاش تكون الامور خطيره جدا كيسدوها بحكم انها اللي مقادينها قديم بزاف. على العموم هو هذا التصوير اللي صورت البارح تقريبا مع ديك 10:30 ل 11 ديال الليل. يعني فاش خرجت راه كاين واحد الحاله ديال الواد عمر بزاف وداز من وسط خنيفره، راه يكون دابا وصل حتى البحر دابا ايضا، اولا داز على واد على سد احنصال، من بعد سد الحسن الثاني تقريبا حتى تيكون في المحيط الاطلسي. اذا هذا هو الفيديو اللي بغيت نوريكم هذا في قناتكم عينك على المغرب او النشرة الجوية المغربية. مرحبا جميع الاصدقاء والصديقات في قناتكم عينك على المغرب. ديما كنجيب فيديوهات اللي كتخص المملكة المغربية. مرحبا بكم اينما كنتم داخل ارض الوطن وخارجه. متنساوش تدعمونا بالاشتراك ولايك وكومونتي باش ما بغيتي كنجاوب كلشي في لي كومونتير يا اخوان. هذه هي مدينة خنيفرة الخضراء. انا الاخوان راه مشيت ونزلت في واحد البلاصه لقيت الباب مفتوح ونزلت حتى لحدا الواد، يعني باش نقرب لكم الصوره بواحد الطريقه اللي مستفيضه. ودخلت هنا راه نزلت بقيت غادي في جنب الواد، ويعني الواد راه كيجري واحد الحموله كبيره. واخا كيبان لكم من بعيد تقريبا راه غادي كيمشي بشويه، ولكن لا راه ما كيمشي بشويه، راه كيمشي بسرعه جنونيه الاخوان.
عاد غادي نرجع، غادي نزيد نهبط شويه حتى لعند الماء واحد الوقيته. تبارك الله. هاد التساقطات المطريه يعني راه غادي تساعد الفرشه المائيه واحد الشكل اللي كبير، وغادي تساعدنا حتى فلاحيا، وغادي يكون واحد الموسم فلاحي رائع بالنسبه للمملكه المغربيه ككل في ناحيه الزراعه والفلاحه وامتلاء السدود. اذا هنا الاخوان انا غنبدا نازل مع هذا السلم حتى لحدا الماء، يعني هاد البلاصه راه كنا كننزلو وكنزيدو ننزلو مازال، يعني راه هنا راه الواد راه طلع. وهادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم ان وصلتوا لهاد الوقيته وانكم تفرجتوا في الفيديو اللي حطيت ديال مدينه خنيفره. يوميا كنحط فيديوهات او لا فيما سمحت لي الفرصه مع العمل باش نحط فيديوهات تقريبيه على اخبار ميدانيه من مجموعه من المدن المغربيه. والى اللقاء في قادم الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.